أسامة مروى يكشف عن إصابة، وقمر الطائي تغير شكلها في العيد. شو صار مع لانولين؟ نشاهد المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع سارة الورع خطيبة غيث مروان اللي نشرت شوية ستوريات مع عائلتها في يوم الثاني من العيد. نمر إلى قمر الطائي اللي قامت اليوم بتغيير لون شعرها، وشو رأيكم في النتيجة؟ Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. أيضا نشر أسامة مروى ستوري على السناب شات كشف من خلاله أنه هو بيعاني من مشكلة برجله وما بيعرف هل يروح لطبيب أو لا. أترككم مع المقطع. أنا مكتشف قصة عندي لما أمشي. سامعين الصوت؟ لحظة يلا. سمعتوا؟ ما بعرف شو المشكلة. اسمعوا، ما بعرف إذا لازم نشوف دكتور ولا عادي. ما بتوجه بس في صوت. والناس اللي أكثر مرة بتذكر بكأس عالم كنا نطلع مع ناس على المباريات ويقولوا لي رجلك عم تطلع صوت. أنا تعودت، ما بعرف يعني ما بتوجعني بس مثل طقة كل شوي. خبروني هل طبيعي؟ هل هذا طبيعي؟ يعني إنه نحن وصلنا نلعب فوتبول كتير، فهلا يعني نلعب فوتبول، فما بعرف إذا في زمن ما مع كل إصابة ومطنشة والله أعلم لسه عم يطلع صوته. أيضا لانولين قاموا بنشر مجموعة من الستوريات على السناب شات في اليوم الثاني من العيد. كانوا عم يعملوا ميك اب وشعر. أترككم مع الستوريات، رأيكم بخصوص هذا الخبر. لكم بس سوري شوي أو كتير لأنه ما صورت لكم ستوريات، ما صورت لكم لما عملت الميك اب وما عملت انبوكسنج للشيء اللي وصلني. بس اتس اوكي. هذا هو اللوك وهاي الشنطة البنية ونفس الشيء الهيلز بني. بس أنا هلا دايخة يعني عم بحاول هيك أسيطر على حالي لأنه طالعين أصلا انبسط. فيس شو رأيكم بالميك اب؟ حاسته كتير حلو وسيمبل وبنفس الوقت إنه طلع حلو. وحتى غيرتي لفيتها لجوا هيك، يعني هيك لفيتها مشان ما تلزق براسي. فيس اعطوني رأي. سو جايز مثل ما شايفين بدلت بلوزتي، اشتريت بلوزه وبدلت لانه تعبت منها كتير. بس اهم شيء انه الكعب لساته يعني انه ستايل، يعني كعب وبلوزه وهيك. انا بحب اكون متميزه. امزح بس لانه لسه ما جاب لنا الشحاطه، جبناها كمان اليوم لانه لسه بدنا نعمل شوبينج، لسه عم نلفلف يعني. فيس